نعمل كده بقى. ايه، نجيب شويه زيت. بسم الله كده ونشوف بقى اكلنا، عشان النهارده يا جماعه بالنسبه لي يوم مهم جدا. اول يوم طبعا كان بعد الفتحه، وده بعد الخطوبه. وطبعا انا حاسه برده العزومه مش قد المقام يعني، بس ايه على قد ما قدرنا بقى. عايزه بس ايه اديكم نبذه كده ان قد ايه البانيه استوى. شايفين المحشي العظيم بتاعنا ده، السمبوسه الحلوه دي، ولا البطاطس. عايزه بس اوريكم كده اهو، شايفين؟ والكباب والكفته بقى والملوخيه، ولا الطاجن ده. الطاجن ده بقى يا جماعه عظمه على عظمه على عظمه. بصوا الطاجن، هو بجد يا جماعه الاكل وهمي. وعلى فكره في فراخ كمان اهي معموله بطريقه سهله وحلوه. وتخيلوا ان الفراخ دي مسلوقه، بس بجد عملتها بطريقه حلوه جدا. العزومه كانت حلوه قوي قوي، رغم ان ما فيش بط ولا حمام، بس عملنا عزومه انما ايه جنان. بصوا بقى، انا بس بعرفكم ايه التحضيرات اللي تعمليها قبل اي عزومه. ده بوكس بقدونس، البوكس التاني ده فيه كزبره على شبت، بقدونس لوحده والكزبره والشبت لوحدهم. البوكس ده فيه بصل. الحاجات دي تحضريها، تفرميها في الكبه بتاعتك وتحضريها علشان تسهل عليكي الدنيا. والمحشي بتاعك تقوريه، ولو كان كرنب تسلقيه. البطاطس اهي قشرتها وهبتدي اقورها معاكم. ودلوقتي واحنا برضو شغالين كده هقول لكم بقيه التحضيرات. يلا بقى ايه، استعدوا كده وركزوا، عشان بجد فيديو حلو جدا هتستفيدوا منه بكل طريقه فيه، هيفيدكم قوي. بصي يا ستي، انا قورت البطاطس زي ما انت شايفه. بطاطس حجمها كبير قوي، فانا بقسمها 2 وبقورها. مش شرط ابدا تجيبي البيبي بطاطس دي، مش شرط ابدا. الكبيره جدا انا بجيبها وبقورها، والله بيبقى فيها خير اكتر. المهم يعني بقعد اقورها كده زي ما انتم شايفين، وبخلي فيها لحم كده او بخليها تخينه شويه. والفراخ البانيه دي طبعا انتوا عارفين سايباها في بصل مبشور وملح وفلفل اسود. واللحمه دي هبتدي برضو اسيبها في بصل مبشور وملح وفلفل. حابه بقى انها تكون من وش الفخده، او حابه انها تكون عرق فليتو، المهم انها تكون بتستوي بسرعه معايا. والريب اي كمان على فكره بتستوي بسرعه. المهم دلوقتي البصل بقى اللي انا محضراه اخدت منه حطيته على اللحمه، لاني هعمل نصها كباب ونصها في طاجن. زي ما انتم شايفين انا حطيت بصل مبشور وملح وفلفل اسود، ادي ركنتها على جنب. انا بس ايه بوريكم كل اللي انا هعمله. ده كانت لحمه متعصجه، انا بحمر بصل، لما تتحمر بنزل عليه باللحمه والفلفل الالوان، وبعدين بحط شويه ميه صغيرين وملح وفلفل اسود، واتسبكت كويس جدا وشلتها في الفريزر كان قبلها بيوم. دلوقتي بقى هدخل على الكفته. كل نص كيلو كفته بحط له 5 معالق كبار من البرغل، وهنقعه دلوقتي. ودي انجح طريقه لكفته الحاتي، لكفتة المشاوي. ده كان كيلو من اللحمة المفرومة، يعني عايز 10 معالق كبار من البرغل. خلاص انا دلوقتي حطيت ايه، حطيت بهارات كفتة وحطيت ملح وفلفل اسود. وكل كيلو كفتة بياخد بصلتين وسط، بس انا مش هعصرهم، هخليهم بميتهم، لان انا حطيت معلقتين بقسماط. وحطيت لكل كيلو 4 معالق كبار من الدقيق. ودلوقتي البرغل ده منقوع بقاله ما يقلش عن تلت ساعة، وعصرته كويس جدا وحطيته. وهرش كمان معلقتين 3 كده من البقدونس المفروم، عشان كده حاجتي كلها جنبي، فيبقى الدنيا سهلة جدا معايا. وكمان صحيح انا حطيت رشة من الكبابة الصيني، انا دايما بجيبها وبطحنها هي والقرنفل، بحب احطهم جدا مع الكفته. تعجني بقى فيها كويس جدا كده، وتديها ضربه كمان في الكبه شويه بشويه. تركنيها بقى كده ايه تشمع. نحطها في التلاجة نسيبها نص ساعه عشان نبتدي نصبعها. انا بقى سبتها في التلاجة دلوقتي، وهوريكم حشوه احلى واطعم سمبوسه عندك. تكوني جايبه شادر مبشوره، وبعدين جبنه بيضه وبسطرمه. يا سلام يا جماعه. طب يعني انا ما عنديش شيدر مبشوره ولا عندي موتزاريلا، خلاص يا باشا، جبنه بيضه على بسطرمه على الفلفل الرومي. طب انا ليه قلت جبنه بيضه اساسي؟ عشان هي اللي بتمسك معايا اي مكون بتحطيه، بتمسكه مع بعض كده، عشان لما ندخله في السمبوسه ما يقعش منها ويبقى متماسك. تعجني بقى الميكس ده كويس جدا كده، وهو ده اللي انا هعمل بيه السمبوسه. طبعا اكيد كلكم شطورين وعارفين السمبوسه بتتعمل ازاي، بس برضو هنعمل واحده مع بعض كده ولا 2 عشان تشوفوا بتتعمل ازاي. والجزء الاخير ده انا في الاخر هقفله بحته جبنه برضو من نفس المكون ده، يعني هاخد حته جبنه كده واقفله بيها. اديكم شايفين طبعا. بصوا طبعا لو لقيتوها كده 2 في بعض، انا لقيت دول 2 في بعض ففكتهم كده من بعض. هخلص بقى كميه السمبوسه اللي عندي ونركنها على جنب، ونبقى نحمرها في الاخر، عشان انا ما بحمرهاش في زيت غزير. وطبعا السمبوسه لازم بغطيها بكيس او بفوطه نظيفه على ما احمرها، علشان ما تنشفش منك. وعلى فكره الحاجات دي انا محضراها قبلها بيوم. المهم دلوقتي هخش على الفراخ. طبعا تغسليها كويس جدا جدا، وبرده بوكس البصل اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه، الملح والفلفل الاسود بقى طبعا لو قبلها بيوم تحطي البصل في الفريزر.
المهم دلوقتي انا حطيت ملح وفلفل اسود في البصل وهدخله بقى كده في الفراخ. طبعا انتوا شايفين انا مش عامله بط ولا عامله حمام، لاني كنت عامله ده في العزومه الاولانيه اللي بتاعت بعد الفتحه، دي كانت بعد الخطوبه، ربنا يكتبها لكل البنات يا رب. المهم دلوقتي انا حشيت بقى الفراخ، عندي بصل مبشور وملح وفلفل اسود زي ما انتم شايفين، وهسيبها نص ساعه وبعدين هسلقها. وطبعا ما بين الجلد واللحم وفي النص وما بين الوراك يعني في كل حته تحطي فيها الكلام ده. هركنها برضو نص ساعة علشان هسلقها، بس اهم حاجة تسيبي حاجتك شوية عشان تشرب من التتبيلة. انا بس خرجت اللحمة المعصجة زي ما قلت لكم، كانت عندي في الفريزر، وزي ما قلت لك انا بس بحمر البصل كويس وانزل باللحمة واشوح والفلفل الالوان وشوية مية بسيطة وخلاص على كده، وملح وفلفل اسود. سبتها بقى في الفريزر، وبعدين جيت استخدمها دلوقتي، زودتها صلصة على طماطم مضروبة في الخلاط علشان عايزة اعمل محشي كوسة باللحمة المفرومة والرز والخضرة. والمحشي ده بنسيبه على النار شويه وبعدين ندخله الفرن. المهم دلوقتي انا بعد ما حطيت الصلصه والطماطم حطيت بهارات المحشي وملح وفلفل اسود وظبطت بقى الدنيا دي، وطبعا زودت الصلصه عشان ده محشي، وهطفي بقى عشان احط الخضره. وطبعا زي ما انتم عارفين بهارات المحشي زر ورد وقرنفل وكبابه صيني وجوز الطيب وشويه من بهارات اللحمه، بس القرنفل نسبته اقل شويه من باقي المكونات، وجوز الطيب بتبقى واحده بس على كميه كبيره، اللي مش حابب يحط طبعا براحته ما يحطش. المهم دلوقتي انا غسلت، طفيت بقى، طبعا طفيت على اللحمه المفرومه دي اللي بالصلصه الكتيره دي، وطفيت وحطيت الرز بتاعي غسلته في ساعتها، وحطيت كزبره خضراء على شبت، ما بحطش بقدونس للمحشي يا حلوين. هحشي بقى الكوسه يا جماعه. الكوسه دي طعمها حلو قوي، بتاخد غلوتين على النار وتدخل تتكمل في الفرن، بس هقول لكم دلوقتي هنعمل الصوص بتاعها ازاي. المهم انا بقى بحشي الكوسه، بس طبعا ذكيه جدا انا، يعني انا دلوقتي بس فضيت الصينيه عشان هي دي اللي انا هسوي فيها، فخرطت فيها بصل وهحط فيها شويه زيت، شويه بهارات محشي، ورشه كده من الملح والفلفل الاسود عشان ابتدي ارص فيها الكوسه. يلا بقى نحشي ونرص الكوسه. في حاجه هنا عايزه اقولها، لو انتي من الاول ما عندكيش لحمه متعصجه في الفريزر، حضرتك هتجيبي بصل كميه حلوه 4-5 بصلات كده من اللي خرطناهم او بشرناهم يعني، وتحمريهم كلهم وتنزلي عليهم بالصلصه كلهم، تاخدي نصهم على جنب للمحشي العادي والنص التاني هتنزلي فيه اللحمه المفرومه علشان محشي الكوسه باللحمه المفرومه. حشيت بقى صينيه الكوسه وحطيتها على جنب عشان احشي بقى الكرنب بالمره، نعمل خلطته ونسقيهم بقى مع بعض. دلوقتي انا حطيت بصل، بعمل بقى طريقه المحشي العاديه، حمرت البصله كويس جدا في شويه زيت، وبعدين نزلت بمعلقتين 3 صلصه، وبعدين حطيت طماطم في الخلاط ضربتها بشويه ميه ونزلت فيها. وطبعا انا مش بقول كميات يا جماعه عشان انا مش عارفه هتعملوا كميه قد ايه، فطبعا ده كيلو طماطم و3 معالق صلصه وبصلتين كبار، حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات المحشي. وبعدين لما تتسبك كويس جدا، وسر من اسرار نجاح المحشي غير بهاراته انها تتسبك كويس لغايه ما تلاقي الزيت طلع على وش الطماطم، ده هيخليها حلوه جدا. طبعا حابه تحط شويه شطه يا ريت، يبقى طعمها حلو قوي. تتسبك كويس جدا جدا، وبعدين تطفي وتغسلي الرز في ساعتها، ما تنقعيهوش من قبلها عشان يطلع مفلفل وحلو معاكي. وتحطي بقى الشبت والكزبره الخضراء اللي احنا محضرينهم في البوكس من الاول زي ما قلت لك. وبعدين هبتدي بقى، طبعا انا سلقه الكرنب، هنبتدي بقى نحشي بقى الكرنب بتاعنا، بس طبعا لازم تظبطي ملحك ولازم تتاكدي ان كل التوابل مظبوطه. جبت برده صينيه، انا بحب جدا اعمل المحشي في صينيه، ومن انجح المحاشي للكرنب كتسويه انك تحطيه في صينيه، ما يبقاش حله عميقه ويبقى في النص ني وفي الجناب مستوي، لا خليها في صينيه زي ما انت شايفه كده، ويبقى احلى بكتير ومستوي وحلو زي الفل. حطيت طماطم، بصل، رشيت زيت، رشه من الفلفل الاسود والبهارات بتاعه المحشي، وتحطي بقى الكرنب بتاعك بقى. طبعا انا بسلقه، بس مش لازم يعني اجيب الخطوه دي، كلكم اكيد شطورين يعني وبتعرفوا تسلقوا الكرنب. انا بحب اسلقه بس بسويه زياده شويه عشان ما ياخدش وقت مني وهو بيستوي على النار، علشان انا بحب الرز يبقى مفلفل، ما بحبوش ياخد وقت طويل قوي على النار. هخلص بقى هلف بقى الصينيه كلها، وكمان هجيب فلفل اسكندراني برضو بقوره عشان اشيل البذور منه، اللي هو الفلفل السبايسي العريض شويه ده، معرفش انتوا بتسموه فلفل ايه عندكم في المكان اللي بتسمعوني منه يعني. يلا بقى نسقي المحشي بتاعنا. طبعا شوربه الفراخ دي انا عايزه اعمل منها يا جماعه كذا حاجه، هسقي منها الملوخيه وهسقي منها المحشي الكوسه وكمان محشي الكرنب،
فانا دلوقتي بظبط بس الشوربه بتاعتي، حطيت لها معلقه سمنه بلدي كده، جبت على جنب صلصه متسبكه او صلصه من البطرمان على طول، وهزود بقى ايه، هزود الصلصه دي شوربه تكفي ان انا اسقي الكرنب واسقي الكوسه، واسيب نص الشوربه التاني اعمل حسابي ان انا عايزاها للملوخيه. حطيت بس زودت كده بهارات محشي، شويه ملح وفلفل كده على الشوربه عشان يبقى محشي جميل بقى. حطيت شويه على الكوسه وهحط شويه التانيين على الكرنب. الكوسه دي هتغلي على النار لمده 10 دقايق، وبعدين هقفلها بفويل وادخلها الفرن لمده نص ساعه. ومحشي الكرنب ده كمان هياخد 10 دقايق على نار عاليه، وبعدين هياخد نص ساعه على نار وسط. ولازم اتاكد ان الشوربه تخللت كل الصينيه، وتزقيها كده وتظبطي ان الشوربه دخلت يعني، ورشه بهارات محشي كده من على الوش، وتغطيها وتسيبيهم بقى يستووا. ودلوقتي بقى هدخل على طاجن اللحمه الفظيع اللي عجب كل اللي قاعدين وكانوا مبهورين بيه حرفيا. انا دلوقتي طبعا زي ما انتم عارفين انا سايبه نص اللحمه عشان اعملها في طاجن، سايباها في بصل، بس بصل كميته حلوه يعني بصل كتير. فجبت الحله وحطيت معلقتين 3 من الزيت، وحطيت اللحمه اللي مليانه بصل دي وشوحتها كويس جدا جدا، ونزلت بمعلقه كده من الطماطم المبشوره وقعدت اشوح كويس جدا. برضو هرش ملح وفلفل اسود وهقعد اشوح فيها برضو، كل ده على نار عاليه جدا جدا. وبعدين طبعا شايفين هي عماله تطلع ميتها عشان البصل كتير، حطيت معلقه من السمنه البلدي، وبعدين هوطي واغطي لغايه حوالي نص ساعه تطلع ميتها، وبعدين هحط لها كوبايه ميه سخنه عشان تكمل سوا فيها. بس اخر حاجه عملتها حطيت قرن فلفل سبايسي على قرن فلفل رومي، عشان بعد كده بقى ايه، بعد ما اتاكد انها استوت هروح حطها في الطاجن عشان تدخل الفرن. هجيب بقى طاجن، طبعا لو ما عندكيش طاجن فخار اي صينيه مكانه تنفع. اهم حاجه عندي بس انك لما تنقليها من الحله تسخني الصينيه او الطاجن على النار، يقعد كده يغلي 10 دقايق عشان يدخل الفرن. الفرن سخن بقاله قبلها ب10 دقايق، فالرف اللي في النص هتدخل حوالي نص ساعه او تلت ساعه علشان تاخد لون جميل وتتسبك في بعضها جوه الفرن. يلا بقى نكمل الفراخ البانيه اللي انا كنت سايباها في بصل مبشور وملح وفلفل اسود. يلا بقى نعملها، عشان انا بصراحه كنت هعمل كوردون بلو بس ايه، خلصت كل الجبنه على السمبوسه، فقلت مفيش مشكله نعمل بانيه. العزومه الاولانيه كنا عاملين بفتيك، المره دي نعمل فراخ بانيه. حطيتها في البيض زي ما انتم شايفين كده المتبل ده، وبعدين طبعا لازم تشيلي البصل منها كويس جدا وتتاكدي ان البصل اتشال، احنا خلاص خدنا منه الطعم ودخلها بقى في مرحله السوا كده والطعم الجميل. وطبعا انا بجيب باتون ساليه او بقسماط من فرن الفينو يا حلوين اللي هو فيه سمسم وحبه البركه ده، ولو ما فيهوش سمسم وحبه البركه انا بحط له. المهم يعني انا بحب اطحنه، طبعا لو عندك بقسماط في البيت تمام يعني مش هيقول لا يعني، بس انا بحب ده اكتر. وبعدين بدوس عليه كويس جدا جدا لغايه ما اتاكد ان البقسماط دخل في انسجه الفراخ وبقى متداخل معاها جدا، وبدوس عليه قوي كده. وبعدين بنحمر بقى الفراخ بتاعتنا. بصوا شايفين، يا سلام، شايفين اللون يا ولاد ولا الطعم فظيع. حمرنا بقى الفراخ بتاعتنا، شايفين طبعا اللون بيتحدث عن نفسه. طبعا رجعنا بقى للكفته تاني بعد ما اديناها ضربه في الكبه، وبعد لما سبناها تشمع نص ساعه في التلاجة نبتدي بقى ان احنا نصبعها. وعايزه اقول لكم هنا حاجه، انا رشيت هنا معلقتين 3 من الزيت، بيفرق جدا في طعم الكفته، ويا ريت تلتزموا بكل حاجه قلتها عشان تطلع معاكم كفته حلوه جدا. هتجيبي اي حاجه بقى، بصراحه انا عندي شاليمو تخينه كده، او يكون عندك سيخ مثلا، او تمسكي 3 كده من عصايات الشيش دي جنب بعض عشان تعمل تجويف كده بقى وتستوي بطريقه حلوه جدا. وهدخلها الفرن، هتاخد تلت ساعة على درجة حرارة 180 في الرف اللي هو مش الأولاني اللي فوقيه على طول، التاني من تحت. هتاخد تلت ساعة مش أكتر من كده يا جماعة. وتطلعيها تشوفي بقى إذا كنتي هتقلبيها على الناحية التانية أو تلاقيها اتعملت، هتشوفي انت بنفسك عشان حسب برضو درجة حرارة فرنك. يعني انا فرني حامي فبدخلها تلت ساعه بس، يعني على كل الاحوال ما بتاخدش اكتر من كده. المهم دلوقتي لما تطلع بقى هقول لكم هنعمل فيها ايه. دلوقتي انا بقى ايه، البطاطس اللي انا قورتها هحمرها معاكم علشان نبتدي بقى نحشيها. لازم تتاكدي انها استوت ومحمراها كويس جدا جدا. وخلاص انا كده بقى حمرتها. واللحمه اللي انا كنت معصجاها انا بزودها صلصه، لان انا لما كنت معصجاها وشايلها في الفريزر بشيلها من غير صلصه، زودتها معلقتين صلصه، هي اوريدي كان فيها فلفل الوان. ابتديت بقى ان انا احشي البطاطس عندي، وبعد ما بحشيها كلها بعمل بقى فيها حركه حلوه جدا، مش محتاجه بقى ندخلها فرن وكده، لا
الطماطم اللي انا دايما ببقى مسبكاها وشايلاها كده عندي في التلاجة، هقول لك دلوقتي حالا هنعمل بيها ايه مع البطاطس دي. هجيب بقى ايه صلصه، وهجيب معلقتين 3 من الزيت، واحط الصلصه بقى اللي هي متسبكه دي، واظبط ملحها، ملح وفلفل اسود وشويه زعتر بفركهم بايدي كده، واشوح كده الصلصه، وانزل بقى ايه بالبطاطس زي ما انتم شايفين كده بقى ايه. طبعا ممكن قبل ما تولعي النار عشان ما تتلسعيش، انا يعني واخده على كده. هتخلي الصلصه فيها من كل الاتجاهات، وتخليها على النار، على نار وسط 5 دقايق، وترشي زعتر تاني كده من على الوش لغايه ما تدي لون جميل معانا. ومش هتاخد معاكي 3-4 دقايق، ما تكتريش، والنار وسط عشان ما تتلسعش منك، لغايه ما تاخد لون جميل. وهيبقى كده احنا عملنا البطاطس بتاعتنا، طعمها يا جماعه يجنن. انا دلوقتي بقى ايه، نص اللحمه التانيه اللي كنت سايباها في بصل بعملها كباب. الطاسه سخنه كويس جدا جدا، من غير زيت ولا سمنه ولا بصل، خلاص احنا شلنا منها البصل. وابتدي بقى ايه اشوحها على نار عاليه جدا على الجنبين. هتاخد طبعا عشان ده عرق فليتو وما بياخدش وقت خالص، ما بياخدش غير 10 دقايق يا جماعه وبيكون استوى. عليت النار جدا، شوحته من على الناحيتين. انا بس بوريكم ان انا خلصت الكفته وهدخلها الفرن. بوريكم برضو ان المحشي ده بيستوي والمحشي التاني بيستوي. كوسه 10 دقايق على النار وهدخلها الفرن برضو. المهم الكباب بقى ايه، اخد يا جماعه 10 دقايق بالظبط على نار عاليه جدا، وكل شويه اشوحه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين غطيت عليه لمده 5 دقايق كان استوى. متخيلين 5 دقايق بالظبط هتلاقيه استوى. عشان بعد كده بقى نحط له الفحمه ونحضر البقدونس، ويبقى احلى كباب واسهل واسرع كباب في الدنيا، وانضف كباب كمان. طبعا حاجه البيتي بتبقى محترمه وجميله. الفراخ بقى اتسلقت، يلا بقى نعمل فيها الحركه الحلوه اللي انا بقول لكم عليها، اللي هتخليها محدش هيتوقع انها فراخ مسلوقه اصلا. المهم انا برش عليها بصل باودر وتوم باودر وملح، وطبعا هي كده كده فيها فلفل اسود ورشه من الجنزبيل ورشه من البابريكا المدخنه على اللحمه نفسها. يعني انا بحاول اشيل الجلد كده واحط على الفراخ عشان تتطعم، والطعم نفسه يبقى متداخل فيها من البهارات. وبعدين رشيت عليها دقيق، والدقيق طبعا من الاتجاهين زي ما انتم شايفين كده، قد 4-5 معالق دقيق كده، عفرتها بالدقيق كويس جدا. وبعدين هجيب قد كوبايه كده من الميه وعليها 3-4 معالق من الدقيق، هدوبهم كويس جدا جدا برضو، واحط لهم حاجه بسيطه كده من الملح. مش هحط بقى توابل تاني عشان انا حاطه خلاص في الفراخ. هبتدي بقى ايه ارشرش بايدي كده على الفراخ زي ما انتم شايفين، عشان بس ايه بدل ما اعمل لها عجينه كتيره يعني. وبعدين هرش عليها دقيق تاني، يبقى انا رشيت دقيق مرتين، رشه خفيفه برضو 3-4 معالق تانيين من الدقيق، عشان بعد كده احمرها ونعمل لها صوص. ومحدش هيتصور ان دي مسلوقه، مستحيل حد يفتكر انها مسلوقه. بصوا بقى الصوص ده، حطيت معلقتين سمنه بلدي كبار، وجبت معلقه كبيره كده من الثوم وشوحتهم، وقبل ما يغمق حطيت معلقه كبيره كده من البابريكا المدخنه وشوحت كويس جدا جدا. وبعدين حطيت معلقتين 3 كده كبار من الصلصه، انا كنت مسبكاها قبل كده او من البطرمان على طول، ومعلقتين كده من الباربيكيو صوص، وده اختياري ما عندكيش مش مهم. واهم حاجه عندي معلقتين كبار من العسل ومعلقتين كبار من الكاتشب. ما عندكيش باربيكيو مش مشكله، بس الباقي مهم جدا في الطعم. وبعدين رشيت كده شويه شطه، وطبعا الشطه لمحبي السبايسي يا حلوين كنت بس بظبط الملح بتاعها، وطبعا فلفل اسود اكيد، وحطيت شويه سمسم عشان هو ده الصوص اللي انا هجلس بيه. يعني الفراخ اهي اتحمرت، هحطه كده على الفراخ، هجيب فرشه كده واحط على كل الفراخ دي، وهي كده خلاص اتعملت، ولا هتخش فرن تاني ولا حاجه. بس يا جماعه عايزه اقول لكم حركه التتبيله اللي عملناها وحمرناها فيها، وبعدين الصوص اللي عملناه ده خلى طعمها حلو جدا، مش عايزه اقول لكم قد ايه. معلش هو الممبار ده يا جماعه يعني من وراكم كده بقى شويه خلطه، فانا كان عندي شويه ممبار متنضفين فسلقتهم، يعني قلت ما يضرش. المهم بقى الكفته اخدت تلت ساعه في الفرن على ما استوت. حطيت بقى فحمايه سخنتها كويس جدا، رشيت عليها شويه زيت وقفلتها بالفويل. وكذلك الامر برضو بالنسبه للحمه. وادي الطاجن يا ستي اخد نص ساعه في الفرن، وطبعا كان واخد قبلها ساعه الا ربع على ما يستوي، فطبعا هي اللحمه دابت واستوت والصوص يجنن. المحشي بقى الكوسه ده دخل الفرن بقى، اخد نص ساعه في الفرن. برضو محشي الكرنب بعد 10 دقايق على نار عاليه اخد نص ساعه على نار وسط. طبعا انا بس بشيل، كنت مغطياه بشويه كرنب كده علشان يستوي بسرعه. وخلاص انا بقى ايه بحمر شويه الممبار اللي اتبقوا. وبعدين اخر حاجه معايا بقى يا حلوين هنبتدي نحمر السمبوسه. وبرده دي خطوه مهمه، انا مش بحمرها في زيت غزير، انا بحط زي كبشه كده من الزيت على كل الكميه دي. نقدر نقول لو كميه اصغر يبقى بنتعامل بالمعلقه.
حمرت بقى السمبوسه، ودلوقتي بقى بظبط انا ايه الشوربه بتاعه الملوخيه. شفت بقى الشوربه كده عندي، لقيت الشوربه قليله شويه، زودتها شويه ميه كده، وحطيت معلقه سمنه بلدي علشان طبعا تحلو بقى، لان انا كنت واخده منها جزء كبير للمحشي يعني. وبقول لكم تفاصيل ما حدش بيقولها عشان بس تعرفوا اي خدمه. وحطيت شويه توم وشويه كزبره ناشفه، ولما غليت كويس جدا جدا طفيت، وابتديت ان انا افك الملوخيه. وعلى فكره الملوخيه دي كيلو من الملوخيه بياخد 4 مج من الشوربه، وبعدين كيلو ملوخيه بيور، يعني نقدر نقول يعني هم كانوا كيلو ونص بقوا كيلو، او كانوا 2 كيلو بقوا كيلو. فكيتها كويس جدا جدا وحطيتها على جنب بعد ما طفيت النار، وبعدين سمنه بلدي بقى كده وتوم، وتشوحي لغايه ما التوم يقرب يغمق، تنزلي بقى عليها بالكزبره الناشفه تشويحتين، وبعدين انا كل ده طافيه على الملوخيه، وبعدين نسمع بقى صوت الطشه بقى، احلى صوت في حياتي ده ولا ايه؟ طبعا عملنا ملوخيه كتير قبل كده، بس هو لا غنى عنها، وانا اصلا لو ما عملتهاش هي بتطلب مني اعملي لنا ملوخيه مع الاكل. طبعا ما اقدرش اقول غير حاضر. كنا لسه عزاز عليكي بتعملي طبعا، ويعني يا ريتني لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كمان. خلصنا بقى عزومتنا يا حلوين، الاكل طلع حلو جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. كنت محضره جزء كبير منها قبلها بيوم عشان تبقي فريش كده لما يجوا. تحاولي تحضري على قد ما تقدري قبلها بيوم وتشيلي في الثلاجه. بصوا السمبوسه بعد ما اتحمرت بيبقى ده شكلها، على فكره حلوه جدا وبتشد بقى وسخنه وجميله، مش لازم زيت غزير، والمحشي استوى وكله جميل. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش اني بحبكم جدا جدا، ربنا يكتبها لكل البنات يا رب. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.